النهاردة الزمالك نزل بالتشكيل 4-2-3-1. في حراسة المرمى المهدي سليمان، باك رايت جناح أيمن محمد إبراهيم، 2 سنتر باكس مدافعين محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد. في الباك ليفت جناح أيسر محمود بن تايب. في 2 خط نص محمد إسماعيل ومحمد شحاتة. بلاي ميكر صانع لعب عبدالله السعيد، يمينه علي الدباغ، شمال اخوان بتزيرا، قدامهم راس حربة ناصر منسي. جون الزمالك جه في الدقيقة 84 عن طريق أحمد فتوح، أسيست محمود بن تايج من بره ال18. في الدقيقة 90 ناصر منسي يسجل الهدف الثاني عن طريق أحمد فتوح من قبل نص الملعب، كورة أوفر لاب توصل لناصر منسي، وناصر منسي يحطها ببراعة شديدة تحت الجون وتسكن الشباك، وبكده الزمالك قتل الماتش وحصد أهم 3 نقاط في الموسم. الزمالك فاز 2-0 على حرس الحدود في مباراة كانت عنوانها التحكم، الصبر، استغلال اللحظة. المباراة ما كانتش سهلة، لكن الأبيض عرف يكسب بخبرة وتنظيم. التشكيل وطريقة اللعب، الزمالك لعب بطريقة أقرب ما تكون لي 4-2-3-1، ثنائي ارتكاز ثابت لتأمين الوسط، أجنحة سريعة لفتح الملعب، رأس حربة صريح داخل المنطقة. الفكرة الأساسية كانت الاستحواذ، الضغط المتوسط، لعب على الأطراف مع العرضيات، تسديد من خارج المنطقة. حرس الحدود تنظيم دفاعي 4-5-1، تكتل في نص ملعبه، الاعتماد على المرتدات. واضح ان الحرس داخل يلعب على نقطة التعادل ويقتل المساحات، بمعنى اصح يقفل المساحات. سير المباراة، في الشوط الاول الزمالك سيطر على الكرة بنسبة كبيرة، محاولات اختراق من العمق، لكن الدفاع كان متماسك. اخطر الكرات جاءت من الاطراف. الهدف الاول جه بعد ضغط متواصل، وده فك التعقيد. الشوط الثاني بعد الهدف الحرس حاول يطلع شوية، الزمالك استغل المساحات. الهدف الثاني قتل المباراة تكتيكيا. من هذه المباراة بقت تحت سيطرة الزمالك بالكامل. نقاط التحول، تسجيل الهدف الأول غير شكل اللقاء، تقدم دفاع الزمالك وثبات قلبي الدفاع. التغيرات في الشوط الثاني اللي حافظت على الرتم الأداء. أفضل لاعبين، لاعب الوسط تحكم في الرتم، الجناح اللي صنع الفارق على الطرف، المدافع اللي كسب معظم الالتحامات. قراءة فنية سريعة، الزمالك بدأ يفهم يعني ايه يلعب بصبر، مفيش اندفاع هجومي عشوائي، شكل الفريق بقى منظم اكتر، لسه محتاج فعالية اكبر قدام المرمى. الزمالك كسب مش بس 3 نقاط، الزمالك كسب بشخصية. مباراة يمكن مش ممتعة قوي، لكن بتوري ان الفريق بدأ يبني ثبات فني مهم جدا للموسم.